انا في الشتاء ده يا جماعه عايز اقول للدايت احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. انت تستاهل حد احسن مني، انا ما ينفعش. هخونك يرضيك اخونك؟ الدايت وما أدراك ما الدايت، والشتاء وما أدراك ما الشتاء. نقول لهم باي باي ويلا بينا نشوف الوصفة الجميلة اللي احنا عاملينها مع بعض. الأول كده نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وأقول لكم أنا ميرو مختار. النهاردة هنقدم بقى خلية النحل بطريقة خطيرة جدا وجديدة وحاجة كده خرافية، بطعم جديد طعم مميز. يلا بينا نشوف الطريقة. شايفين بجد خطيرة خطيرة خطيرة. ميكس كده غريب ما بين الجبنة والقرفة والكراميل والصوص الأبيض. يلا بينا ونسمي ونقول بسم الله. أول حاجة معايا نص كوباية من السكر. هنعمل الكراميل مع بعض. نص كوباية من السكر هرفعها على النار لغاية ما السكر بتاعنا يسيح معانا. شايفين؟ بس تخلي بالك عشان بس السكر ما يتلسعش منك. وهنا ما تلسعش مني بس عشان بس ايه، المقلي او الطاسة غامقة، فمعلش بقى هو باين كده ان هو غامق. معايا كوباية من الحليب، حاطة فيها نص معلقة من النشا. وكمان الحليب عندي سخن. وكمان معلقتين كبار من القشطة الجاموسي. هتدي بجد للكراميل طعم رهيب. ورفعتهم على النار ووصل معايا للقوام ده. هتسيبيه كده لغاية ما يبرد. ولو برد معاكي ولقيت القوام تقل معاكي، انا عايزة الكراميل بتاعنا يبقى خفيف شوية، فتحط له شوية مية وترفعها على النار. شايفين كده كده اول خطوة عندنا خلصت. خلصت وهنشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. شايفين؟ ما شاء الله. والريحة بتاعته كانت جميلة جدا. تاكلها كده بالمعلقة. دايت مين يا ماما؟ دايت مين؟ هو احنا بتوع دايت؟ عيب كده. شايفين؟ يلا بينا بقى ندخل بقى على العجينة ونقول بسم الله. معايا نص كيلو من الدقيق. بس اتأكدوا الأول الدقيق اللي انتوا هتستعملوا يكون بتاع مخبوزات. للأسف الدقيق اللي أنا استعملته طلع بتاع كحك وبسكوت، بتاع نواعم. علشان كده العجينة اجت سايحة معايا شوية، من العجين اللي بيسيح معاكي ده وما تعرفيش تتحكمي فيه. فبس اتصرفنا عادي. الجيش قالك اتصرف. هنحط عليها معلقة من الخميرة وكيس فانيليا ومعلقة كبيرة او معلقتين من اللبن البودرة ومعلقة من السكر. عندي هنا كمان معلقة كبيرة من القشطة بتاعة اللبن. انا كنت مجمعة القشطة بتاعتي. القشطة كانت جاموسة وجمعت القشطة بتاعتها واشتغلت بيها في الشغل ده. هحط بقى كده هنا معلقة القشطة بتاعتنا. لو انتي هو بصراحة يعني هو معلقتين او 3. هبتدي بقى اشغل عندي العجان وهنزل بكوباية مية. شوفوا بقى المية حطوا شوية بشوية، بحيث ان العجينة لما تلموها معاكم، لو الدقيق زي اللي عندي اللي انا بستعمله ده، فما تحتاروش تعملوا فيه. لو المية زادت معاكم زودوا دقيق. معايا هنا 50 جرام من الزبدة او معلقتين كبار من الزبدة. بعد ما العجينة لمت معايا هنزل بالزبدة بتاعتي. الزبدة تكون بحرارة المطبخ وهبتدي بقى ألمها بالزبدة. شايفين بتعمل في المضرب ازاي؟ علشان للأسف في الدقيق بتاعي كان دقيق بتاع كحك وبسكوت اللي هو دقيق النواعم. فضلت اضرب فيها لغاية ما اشوفه. هي العجينة بدأت تاخد عرق معايا وتشد معايا، بس برضو مانيش عارفة اتحكم معاها. كل لما امسكها الاقيها بتلزق في ايدي وبتسيح معايا. بس عرفنا نداريها شوية وعرفنا نتصرف فيها. وبجد طلعت جميلة جدا في خلية النحل اللي انا عاملاها. طبعا انا بحاول المها كده شوية بشوية وهسيبها بقى معايا تخمر بقى على حسب بقى درجة حرارة المطبخ عندك. هنا شايفين عاملة ازاي؟ بجد غريبة جدا. كل ما امسكها هي بتمط معايا بس ملزقة كده. هندخل بقى في صوص الابيض اللي احنا عاملينه. عندي هنا جبنة كريمي 3 معالق كبار. هي جبنة كده، كانت جبنة بيضة كريمية بتتباع كده عند في السوبر ماركت. تقول انا عايزة جبنة بيضة كريمية، هو هيجيب لك منها. معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب البودرة. معايا كمان 3 معالق من الزبدة السايحة ورشة فانيليا ونص كوباية لبن، عليها برضو معلقتين من القشطة. وهضرب كل دول مع بعض في الخلاط. شايفين القوام بتاعها؟ ولسه ما تحطها في التلاجة القوام بتاعها هيتقل عن كده كمان. وريحته بجد خطيرة.
جربوا كده الوصفة بتاعت الصوص الابيض ده، لو انتوا عايزين انزله في فيديو لوحده هنزله لكم في فيديو لوحده. تستعملي بقى في السينابون، تستعمليه في الكيك، تستعمليها في كيكة الجزر، اي حاجة. هنجيب بقى، شايفين القالب الوردة ده بتاع الكيك، هاتوه. هحط فيها شوية من الكراميل. الكراميل اللي هنا كان سخن عندي بسبب ان انا رجعته انا على النار، خففته بشوية مية ورجعته انا على النار لان انا عايزة الكراميل بتاعي يبقى خفيف. هحط كده في القاع بتاع الصينية شوية من الكراميل وشوية من المكسرات. لو انت مش عندك مكسرات استغني عن الخطوة دي. وممكن تحطي فول سوداني. انا المكسرات كانت موجودة كده كده عندي من رمضان في قلب التلاجة، بطلع واشتغل منها. ممكن تحط فول سوداني، ممكن تحط اللي هو الفواكه المجففة، اي حاجة، او ممكن تحط الكراميل كده وبس. معايا بقى هنا الجبنة الكريمي. برضو جايباها من السوبر ماركت، قايله له هاتلي جبنه كريمي، بتبقى طعمها حلو جدا. العجينه هنا بعد ما عندي خمرت هبتدي كده اقطعها كده لكور صغيره، او مش هقطعها لكور صغيره، انا عايزه كل العجين يبقى قد بعض. فانا هبتدي اقطع بالمعلقه الصغيره عندي. شايفين العجينه كل ما بتلزق معايا في ايدي، بس ما اشتغلت بالمعلقه بعد كده سهلت عليا الامر جدا، وعرفت امسك العجينه واتحكم فيها. شايفين هحط حتة جبنة كده فيها، وهبتدي اقفلها واعملها كرة صغيرة كده واحطها في الصينية او القالب اللي عندي. شايفين بجد هو ميكس كده غريب جدا، هو حاجة جديدة كده وهتبقى طعمها حلو جدا بجد. ما تعرفش اذا كنت انت بتاكلي خلية نحل، ولا بتاكلي سينابون، ولا بتاكلي ايه بالظبط، ولا بتاكلي كيكة. يعني بصوا، آه حاجة كده كله ميكس كده غريب غريب كده في بعض. هبتدي برضو كده هقفل بقى كده، واحط بقى في قلب القالب اللي عندي. الكور دي عشوائية، بطريقة عشوائية، يعني مش شرط اللي انت تبقى منظماها كده او حاجة، لا. كوري، حط الجبنة، احشيها جبنة وكوري وارمي في قلب الصينية على طول. لو كنت بقى وصلت معايا لغاية هنا، يا ريت يا ريت ما تنسانيش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، ويشوفوا الفيديو ويستفيدوا منه. لو هم عايزين يعملوا حاجة حلوة لأولادهم بجد والله مش هيكلفهم أي حاجة، كل حاجة موجودة عندنا في قلب البيت. عايزة تستغني عن فكرة الكراميل دي وتعملها كده بس في قلب الصينية، في صينية عادي بايركس كده أو صينية ألمونيوم، تمام. ممكن تعملها اللي هي تبقى دايرة كده وخلاص، زي خلية النحل العادية اللي احنا بنعملها، وعلى وشها وعلى وشها السمسم وبس. بس احنا عايزين نقدم حاجة جديدة لأولادنا، حاجة يحبوها، بنفتكر لهم حاجات بحيث برضو ان هما ما يتجهوش للحاجة اللي بتبقى من بره. يعني دي شوفي لو انت عملتها من بره هتجيبها بقد ايه. احنا في قلب البيت ما كلفتهاش حاجة، يا دوب هي ب10 جنيه. الجبنة هنجيبها من قلب السوبر ماركت، وكل حاجة موجودة عندنا في قلب البيت، الدقيق بقى والسكر وكل حاجة. شايفين هنا خلاص قربت اخلص العجينة عندي، وكور كده اهو واحدة في قلب الصينية. القارب عندي، القارب هنا بس للأسف كان صغير، لو عندك قارب كبير او ممكن تعملي نص الكمية بس، ربع كيلو. بجد اتمنى ان انتوا تجربوا الفكرة دي، فكرة جميلة جدا. واستنوا بقى شوفوا بقى الخطوة اللي بعد كده اللي انا هعملها لكم بقى. هنا خلاص بعد ما خلصت كمية العجين اللي عندي، شايفين ما شاء الله. آه، حط اي طريقة عشوائية كده، مش شرط يعني طريقة منظمة. معايا بقى الخطوة بقى اللي بعد كده اللي هتودي خلية النحل في حتة تانية خالص. معايا معلقتين من اللبن او الحليب، هنزل عليها بمعلقة من السينابون او القرفة، ومعلقة صغيرة من الكاكاو. القرفة بقى عايزة تزودي قرفة زودي بقى براحتك انتي. هحط هنا نص معلقة من الكاكاو، وهقلب كل دول المزيج مع بعض. طيب ده هتعملي بيه ايه؟ هقول لكم اصبروا بقى، هقول لكم هنعمل بايه. عندنا خلية النحلة اللي احنا عاملينها، هبتدي بقى اوزع الخليط اللي احنا عاملينه ده بطريقة عشوائية، بحيث ان هو يوصل لكل العجين اللي موجود عندي في قلب القالب.
طيب ايه اللي انت عامله ده يا ميرو الطريقه دي؟ طب الميه او الحليب اللي انت حاطاه، لا ما تقلقوش خالص، العجين هيشربه وهيطلع هش معانا. ده غير كمان ما القرفه هتنزل في كل العجين، وهتبقى كل العجين عندي اخد طعم القرفه والريحه بقى، وانت بتخبزيها ما تعرفيش انت بتخبزي ايه، كانك بتعملي سينابون بالظبط. مش انا بقول لكم هو يا خلية نحل يا سينابون، لان ريحه القرفه طالعه منها وبتتخبز بجد، ريحتها كانت حلوه جدا. بعد بقى ما اخلص الخليط اللي عندي ده هغطيها كده وهسيبها يعني من 10 دقايق لربع ساعة كده تخمر، وبعد كده هحطها على درجة الفرن يكون سخن قبل كده، وتبقى درجة حرارة 200، اعلى درجة في الفرن. انتوا عارفين المخبوزات بتبقى عايزة اعلى درجة. شايفينها بعد ما خرجت من الفرن بجد كانت لسه سخنة. الريحة بقى فظيعة جدا. قلبتها بقى شايفين في الطبق من تحت الكريم كراميل لازق فيه ازاي، والمكسرات عندي بقى الصوص الابيض اللي احنا عاملينه هبتدي احطه كده عليه، ودوقوا بقى احلى خلية نحل بالسينابون، بجد فظيعة جدا 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 جدا. لو كنت بقى وصلت معايا لغايه هنا والفيديو عجبك، يا ريت بقى ما تنسيش من لايك وشير. وانا بحاول اقدم لك حاجات في قلب البيت، حاجات اقتصاديه، حاجات انت تعملها بايدك لاولادك وتفرحيهم. غرقيها بقى زي ما انت عايزه. بصراحه انا بصور لكم بيها وانا دلوقتي بمنتج الفيديو وانا عايزه اقوم اعملها تاني. تحطي بقى شويه مكسرات، عايزه فول سوداني، وزودي بقى قطعيها بقى كده زي ما بنقطع الكيك، وغرقيها بقى صوص ابيض ومع